ازاي ممكن اقسم ساعات مذاكره الانجليزي بتاعتي في خلال اليوم؟ ان انت تقسم الديلي روتين بتاعك ل 3 مين اكتيفيتيز. 3 مين اكتيفيتيز دول هم اللي هيخلوك تتكلم انجليزي حرفيا في اقل من 3 شهور. اول حاجه انت يكون عندك ريدنج، لازم تقرا كل يوم 30 minutes اي مقالات في البرودكتيفيتي، في الهيلث، في الفتنس، في السايكولوجي، whatever you like. تاني حاجه listening، ما تسمعش افلام واغاني وكل الكلام ده. اي حد بيقولك على الحاجات دي مش هتخليك تتكلم انجليزي بسرعه، هتخليك تحسن الليسننج بس. محتاج تسمع بودكاست، عشان البودكاست هتخليك تشوف الناس ازاي بيعملوا conversation مع بعض. رقم 3 ان انت تبراكتس conversation on a daily basis. الكونفرسيشن مهمة جدا عشان هي حرفيا كأنك بتروح الجيم. انت ما ينفعش تبني ماسلز وانت مش بتروح الجيم او بتتمرن، فلازم يبقى عندك conversation practice daily. انا شخصيا برشح ديسكورد سيرفرز، وفي ويب سايت اسمه سبيك داي.